أهلا بكم مشاهدي القناة، مرحبا بكم في فيديو جديد. وفي هذا الفيديو سنتناول برنامج المشاركة الجزائرية في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ليوم الأحد 4 أوت، حيث سيشهد هذا اليوم مشاركة عدة رياضيين جزائريين في مجموعة متنوعة من الرياضات، ومن المتوقع أن تتحصل الجزائر على ميدالية أخرى بحول الله. دعونا نتعرف على تفاصيل البرنامج ومواعيد المنافسات. البداية بمحبوبة الجماهير رياضة ألعاب القوى، حيث سيكون الموعد مع كل من زهرة تطار في اختصاص رمي المطرقة الدور التصفوي، وفي 10:58 دقيقة العداء أمين بوعناني سيكون على موعد مع دور المجموعات في 110 متر حواجز. وعلى الساعة 1 بالضبط نسرين حويلي ستكون على موعد مع دور نهائي من رياضة الدراجات. بداية من الساعة 2:40 دقيقة سيكون الموعد مع المتألقة الجمبازية كيليان مور في نهائي جهاز المتوازي مختلف الارتفاعات. إذن كيليان مور التي ينتظر منها الجزائريون ميدالية على الأقل في هذا النهائي، خصوصا بعد الأداء الرائع في نهائي الترتيب العام الذي احتلت فيه المركز الخامس. وأخيرا في رياضة الكاياك كروس الموعد بداية من الساعة 3:45 دقيقة مع كارول بوزيدي في نهائيات المسابقة. إذن كان هذا برنامج الرياضيين الجزائريين في أولمبياد باريس 2024 ليوم الغد الأحد 4 أوت. نتمنى لكل رياضينا التوفيق في منافستهم ورفع راية الجزائر عاليا في سماء العاصمة باريس. شاركونا آراءكم وتوقعاتكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد عن أخبار الرياضة. إلى اللقاء في فيديو جديد.